السلام عليكم حبايب قلبي، يلا بينا في حلقة جميلة جدا من أمنية وإن تحققت. بس ما ننساش اللايك الجميل والدعم للقناة. بنبدأ حلقتنا بروي وهي بتدي الطعام لأرمان، هو بيتحرك ولسه كمان هياخد منها. بتيجي بقى بهيرة بتسحبه وبتقوله تعالى هنتغدى مع بعض. أرمان عارف إن هي غيرانة، بيحاول يهديها وبيقول لها روحي كانت حالتها صعبة ساعة الحادث، وكان في شجار ما بينها وما بين الجد منيش، وخدت كمان السيارة المعطلة. أميرة بتطلع الطعام وتتشاجر معاه، هو بيكون فرحان جدا. رجعتي تتشاجري معايا تاني؟ وقاعدة كمان جنبي بيفضل كمان يعني يأكلها الطعام، وبعدين بيقول لها بكل رومانسية ايه أكتر حاجة بتحبيها فيا؟ عيوني اللي مليانة حب ليكي، ولا الابتسامة اللي بتكون يعني كبيرة جدا أول ما بتشوفك؟ بتبتسم الجميلة أبيرة، من الواضح كده إن هي خلاص لينت لأرمان. وكمان بقى روحي قاعدة حزينة، والجدة سورنا بتقولها يا ريت ما تفتحيش موضوع أرمان تاني. بنروح بقى ماليشيا وكمان فيديو، هما خايفين جدا واقفين قدام الإله وبيدعوا للتلات أطفال. طبعا بقى الجدة مش عاجبها، تقول لها ازاي تدعي لهم هما التلاتة؟ يعني حد فيهم بس اللي هيكسب، أكيد أرمان وروحي. فدية بتقولها هم أطفالي، والأم بتحب أطفالها كلها ولازم كمان يعني تدعي لهم كلهم. لكن كمان الجدة بتقول لا، مين أبيرة دي؟ أكيد أرمان هيكسبها. تفضل تسخر منها، لكن منيش بتقول لها أنت نسيتي يا جدة إن هي كانت تحت التدريب بس وخرجتك من قضية كبيرة؟ أما دلوقتي هي محامية هتعمل إيه؟ الجدة بتتضايق وبتمشي. وكمان فيديا بتلوم على مانيشيا على كلامها، لكن مانيشيا بتقول لها انسي كل ده، فكري بس في الأطفال وادعي لهم. بنروح بقى للجلسة وأبيرة مستنية الشهود، والقاضي بيقول لها كده انت بتضيعي وقت. وفعلا الشهود بيجوا بيبقى معاها فلاشة وبيشغلوها، بيكون الحادث طبعا موجود، لكن طبعا في ظلام شديد، مفيش أي حاجة باينة. أرمان طبعا ما بيصدق وبيقول في ظلام كتير، هما يعرفوا السرعة منين؟ وأكيد ده لصلاح موكلتي، أكيد هي مش شافتش الضحية. طبعا بقى أميرة بتكون متضايقة جدا وبتغلط غلطة، بتقول لأن روحي كان سايقة السيارة معطلة. طبعا أرمان لسه قايل لها الكلام ده، وكمان الجلسة بتتأجل. روحي في الوقت ده بتكون متوترة جدا وبتقول القضية دي حكمها 6 شهور، يعني هقعد في السجن 6 شهور. والجد مانيش بينفعل على أرمان وبيقول استحالة أثق فيه تاني. لكن أرمان بقى بيلوم على أبيرة، بيقول لها أنا قلت لك سر من شوية ورحتي كمان استخدمتيه. أنا معرفش إن أنت ما عندكيش نزاهة، إزاي تستخدمي كلمات قلتها لك عشان تحققي العدالة؟ أرمان بيكون غضبان جدا منها، وأميرة بتروح على المنزل وهي كده متضايقة قوي وبتفتكر كلام أرمان ليها. لكن بتقابلها الجدة بالحلوى، وكمان بتقول لها هنيئا ليكي لو فزتي بقى على القضية. بتفضل تسخر منها وتقول لها حتى لو فزتي القضية أرمان هيكون خسران، واكيد مفيش ثقه ما بينكم. وبعدين انت ضيفه بس لايام بسيطه. طبعا ابيره بتكون مزعوجه جدا، وبتروح بقى لعائله منيش، والشخص اللي جد منيش راهن له المنزل بيروح بيهددهم تاني وبيطلب منهم يكتبوا المنزل باسمه. بيجي بقى ارمان وبيقولوا انت كده بتهددهم كده، يعني عارفه عليك قضيه بلطجه. طبعا بيخاف منه جدا الشخص ده وبينسحب على طول. بعد طبعا يعني مهدد أرمان، بس من الواضح إن هو خاف طبعا من شخصيته. نروح بقى لجد منيش اللي زعلان جدا من أرمان وبيقول شكلك كده هتخسر روحي. لكن بيقنعوا أرمان اللي هو يكمل القضية، وإن أبيرة يعني استخدمت حاجة ضد روحي هو كان قايلها، واللي حصل ده طبعا مش هيتكرر تاني. وبيوعدوا ان مفيش اي حاجه اكيد هتحصل لروحي. روحي بتكون تعبانه جدا، وارمان بيقول لها اوديكي للطبيبه. في الوقت ده أميرة بتتصل بأرمان كتير، لكن هو بيكون متضايق منها، ما بيردش عليها خالص. وهي كمان بتقول ما بيردش عليا ليه؟ يعني هو أنا متوترة لوحدي عشان ماسك قضية روحي. بنروح لروحي بعد ما خلصت الجلسة، وبتحكي لأرمان كل اللي جواه، ولا كل حاجة بتحصل هو السبب فيها. وهو كمان لسه ساكن قلبها. والمعالجة بتقول لها لازم كمان تنسي، وهي مش عارفة تكمل حياتها ازاي. وأميرة كمان يعني هتكون سبب في اعتقالها. وبتوضح له ان هي لسه بتحبه، لكن هو بيقول لها اكيد هساعدك عشان انا سبب في كل ده، بس هساعدك كمحامي وعميلة. وبيقول لها يعني تصبحي على خير. طبعا هي بتكون متضايقة، وهو كمان بقى بيروح على المنزل وهو متوتر اكتر. أبيرة بتقابله وبتحاول تتكلم معاه، لكن بيكون غضبان منها جدا. بتقول له أنا عايزة أتكلم عشان القضية، كل ده عشان روحي. بيقول لها لا، أنت كسرتي ثقتي خالص النهاردة لما انحطيتي كده بأخلاقك في القضية. تخيلت ان عمي هو اللي واقف قدامي. بتقول له اي حد يعني هيكون ضد روحي هتقول عليه ان هو شبه العم. طبعا بيبان ان هي طبعا غيرانه جدا، بينفعل جدا عليها. بيقول لها خلاص انا تعبت من كتر شكك، يعني هكتب لك يعني في كل مكان ان انا بحبك انت ما بحبش روحي. بيمشي ويسيبها على طول وهي بتفضل تبكي. تشوفها بقى فيديا بتقرب منها وبتحضنها، تقعد عشان تتكلم معاها وتفهمها اللي بيحصل ده كله خطأ. وكمان يعني تسألها انت حاسة بايه؟ بتقول لها يا امي انا حاسة ان انا عايزة اقعد في مكان ما اتكلمش مع حد. طبعا بتقول لها استحالة يعني ان انت تيأسي، عايزة افهمك حاجة ان كل حاجة ما بين ارمان وروحي انتهت.
مش عايزاكِ تفضلي عايشة في الماضي، ما تكرريش غلطتي، مامة أرمان اتوفت من زمان، وأنا كل ما يحصل مشكلة باذكرها وحاطاها في دماغي على طول، لغاية يعني ما ضيّعت سنوات كتير من حياتي، لكن أميرة بتقول لها مامة أرمان اتوفت من زمان، لكن روحي عايشة بتضحك وبتاكل وبتبتسم وبتعمل كل شيء وبتتدخل على طول ما بينها، طبعًا بقى بتقول لها أنتِ لا تقدري ما تخليهمش يكونوا قريبين من بعض، وكمان ما تدخليش حد ما بينكم. وكمان لازم تكوني واثقة في نفسِك وواثقة في حُب أرمان وتحاربي عشان حُبِّك، وريه بنفس المدينة، هو ما قدرش يوقّفها عن التقرُّب منها، لكن أنتِ اللي تقدري، وكمان تقدري تحاربي عشان حُبِّك وتفوزي كمان بيه. أميرة بتقول لها: "بس هو قال لي إن أنا أحُبّه الأول واعترف إن هو كان بيحب روحي، إزاي هو كده بيكدب عليّا؟" لكن بتقول لها فيديا: "مش مهم، أهم حاجة الحُب الأخير." أميرة بتقول لها: "بس هو كان عايز يتجوّز منها." فيديا بتقول لها: "صدقيني أنا اللي ضغطت عليه عشان يتجوّز، بس في الآخر يعني هو اختارِك وسابها." ويا ريت ما تفكّريش في الأمور البسيطة دي الأول والتاني، المهم إن هو بس بيحبِّك أنتِ، ما تضيّعيش وقتِك وعمرِك يا حبيبتي، وابحثي عن حُبِّك وخليكِ مع أرمان على طول. بيظهر أرمان تاني يوم في الجلسة وأميرة لسه ما جاتش، والقاضي هيقول قراره ضد روحي عشان السيارة فعلًا كانت معطّلة، لكن بتدخل الجميلة أميرة وبتقول سحبنا القضية وهنحلها وِدّي. لكن العمّة بتكون متضايقة بتقول لها: "يا أميرة مش هنستفاد من سجن روحي، هم كمان هيدّوكِ التعويض الكويس." طبعًا بقى أرمان بيكون مش مصدّق خالص إن أميرة عملت كده، والجد كمان مانيش بيكون فرحان جدًا وكلّهم بيكونوا فرحانين، وبيعتذر لأميرة على الكلام اللي قاله، وهي بتقول له: "لو أنت ما اعتبرتنيش يعني حفيدتك، أنا معتبراك جدي وكمان مش هازعل منّك." طبعًا بتخرج بقى وهي فرحانة جدًا وبتقول لفدية كل اللي حصل. وأرمان في الوقت ده بيدوّر عليها، والمنديل بتاعه بيُقع، أول ما بتشوفه بتبحث بقى عنه في كل مكان، وبتنزل أغنية كده رومانسية، وهي كمان يعني المنديل بيطير منها في كل مكان، وبتكون مصممة إن هي تمسكه، والجميلة بتكون زي الفراشة بتطير كده في كل مكان وبتبحث عن منديل أرمان، هو كمان بيبحث عنها وعايز يشكرها ويقول لها أنا آسف جدًا على الكلام السيء اللي قُلته لِك. أميرة لسه بتبحث عن المنديل وبتكون سعيدة جدًا. وكمان يعني أول ما بتلاقيه بيكون في رومانسية كده في كلامها وأرمان كمان لسه بيبحث عنها. بنروح بقى للسيدة كفيري متوترة جدا وعايزة تعرف أرمان كسب القضية ولا لأ. بتيجي بقى السيدة فدية وبتقول لها الأطفال التلاتة هم اللي فازوا. بتقول لها ازاي يعني أرمان ما فازش على الفتاة دي، الفتاة دي عنيدة جدا. فدية بتقول لها هي مش عنيدة ولا حاجة، هي في الأول زي المر كده بس في الآخر هي الدواء للجميع. السيدة كفيري بتنفعل جدا وبترمي كوب الماء من ايد فيديا، بتقول لها بتقولي على الفتاة المخطئة دي إن هي الدواء، دي مرض وحل على المنزل من ساعة ما جت وكل حاجة ساءت في المنزل. لكن فيديا بتقول لها بالعكس، كنا محتاجين دواء مر زي أبيرة كده عشان نغير حياتنا، والعائلة كلها متجمعة يا أمي بسببها هي. طبعا بتكون متضايقة جدا الجد. بنروح لعائلة الجد منيش ويباركوا لروحي. روحي أول ما بيذكروا قدامها يعني سيرة أبيرة بتكون متضايقة جدا، بيكونوا مستغربين جدا، لكن الجد منيش بيقول ده ألم الماضي، هي لسه بتحب أرمان. وبيظهر أرمان وهو بيدور على أبيرة بكل حماس. مامته وباباه بيقولوا له إن هي في المعبد عايز يروح لها، لكن بيقولوا له إن في صديق قديم ليهم في ورطة ولازم كمان يروح يساعده. بيتحمس على طول أرمان وبيروح، لكن ده بيكون مقلب ليه، بس طبعا أحلى مقلب. بيدخل كده وبيلاقي مكان رومانسي جدا، بيفتح أول صندوق بيلاقي صوت أبيرة وهي بتقول له بتحبه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.